السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين الصيد ومحبين قناه اسرار الصيد. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو واحنا بنشتغل في البحر الاعمى او البحر الفرعوني، وبنشتغل على الذكر الاحمر. وزي ما قلت لكم قبل كده، احنا مفيش حاجه اسمها موسم، طول السنه صيد، بس هي السمكه بتختلف توقيتها فين وهتصطادها ازاي. احنا بنصطاد من النيل. النهارده ان شاء الله في حد قال لي عايز اشوف الرميه اللي بترميها، فانا هوريك الرميه ازاي والتطعيمه ازاي. وملحوظه صغيره عشان ما اتقالش عليكم، محدش يرمي جنب الشط كده. انا بعدي دلوقتي الاقي ناس راميه جنب الشط بمتر، مش تاخد سمكه، تاخد السمك الغب الصغير ده. فنبتدي الفيديو كده ونشوف ربنا هيكرمنا بايه. اقفل بقى. فتحت. ايوه. يلا يا معلم عشان احمر اهو. اهو. انت فين يا معلم؟ ظهر معاك؟ ايوه. البتاع دي ملهاش حاجه بقى، معانا الرجاله بتصور اهي. خلاص كده. اوعى خيمه. اهم حاجه الفيلا بتاعتك تنقل، ما ترميش الفيلا وتبقى واقفه مكانها. وناس كتيره بعدي عليها دلوقتي بلاقيها راميه جنب الشط خالص، مفيش متر ولا مترين ورامي جنب الشط. مش هياخد معاك جنب الشط، لا، ياخد معاك الغب الصغير. الغب الصغير ده يعني ما بصورهولكش، اما انا الصغير ترمي جنب الشط ماله العياشه غب. فده بترمي من جنب الشط من جوه. وفي واحد يعني علق كده معانا في القناه حبيبنا، يعني قال لي انا عايز اشوف الرميه او وريني الرميه وهنتظرك الفيديو اللي جاي. فانا هوريك الرميه واحنا بنرمي وبنرمي فيه. هات كده احمد، استنى نسلك دي بقى ثواني. وهات لي التليفون، انا هكمل بس. اطلعي بقى. هات كده يا احمد. بصوا يا جماعه، انا هزوم لكم اهو. ادل بقى، انت مالك جرالك ايه؟ شايفين اهي، شايف الفله الحمراء اللي في النص دي؟ ده ايه السد اهي، ده فل مقطع اهو. ده مقطع ليه؟ التانية اهي، ده مقطع منه اهي، ده مقطع ليه؟ لان احنا السمكه بتبقى بتبيض جوه تحت السده ديت اللي هو الخشب ده، وبتطلع تاخد الطعميه بتاعتك، فانت بترمي قدامها على طول، قدام السده على طول. فاحنا ساعات لما بنرمي تقطع منا، فالرمي بيبقى هنا كده بالظبط. نعمل ايه بالصور؟ بقول لك صور جبته فين؟ جبته جبته جبته. ها، جاي معاك؟ جاي معايا. ظهر يا معلم. ظهر يا عم. سلام. متماكيش خلص، طلع من اوضه النوم. الله يا عبد الله، طلع من اوضه النوم اهو. اهو بص لي يالا اهو. بس يا معلم. ماشي يا معلم. نور يا معلم. يلا اهو. اها، جاي معاك يا معلمه؟ اهو جاي معايا اهو. ماشي. اها، افصل يا معلم. بص يا جماعه، بص التطعيمه ديت، الملاحظ الصغيره دي اللي هتخليك تجيب سمك. انا هوريك التطعيمه ازاي دلوقتي، واللي كان عايز يشوف الرميه هوري لك برضو الرميه انا برميها فين بالظبط. ما تقولش التطعيمه هتعلمنا التطعيمه، التطعيمه لها عامل، والحاجات الرفيعه دي هي اللي بتخليك تجيب سمك. طعميه زي دي لما تتزحلق منك ومش عارف تطعمها وتعديها على الخيط، عوزها تراب من الارض. بص، تعدي كده تطعيمتك اهي زي كده، وما تقرطليش الفحل وتحط الطعم في السن بس على قد، لا، انت بتفوت حته في الخيط اهي اهي. شايف التطعيمه عامله ازاي؟ التطعيمه بتبقى كده بالظبط اهي. هوريك الرميه احنا بنرمي فين بالظبط. احنا بنرمي جنب الشط. لا يا احمد، عرفت تجيب الرميه كده؟ انا اقول بالراحه واحده. اوريك الرميه فين؟ عايز تجيب الرميه؟ هات الميه. بص اهي، بص انا رميت فين؟ جت معاك الرميه فين يا احمد؟ ايوه. الفيله ظاهره معاك؟ زهرة. احنا بنرمي هنا كده بالظبط، وبتاخد بقى جنب الشط كده طوالي، او الخشب او السده دي طوالي، بترمي جنبها طوالي كده.
زي ما المعلم ده رمى كده. تمام. افصل يا معلم. طلع سمكك من الميه. يلا يا عم. ادي يا جماعه اهو الرجاله اللي جايباه من على الجسر. ادي اللي بيجي من على الجسر. ارفع لفوق. ارفع عشان اجيبك مع السمك بتاعك. ارفع على وشك فوق. لم الخيط على ايدك. مش عايز تصور. اهو. ادي صيد الرجاله من على الجسر اهو كده. ده اللي بيجي من على الشط. ترمي جوه زي ما قلت لك كده في الفيديو. يلا يا عم انت اتصورت وبقيت 100 100 اهو. يلا اطلع بسمكك بقى. يلا. خلاص يا جماعه بقى احنا كده خلصنا صيد وهنختم الفيديو بتاع النهارده ده على كده. ولو ليك اي استفسار عن اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش لنا اللايك عشان نقدر ننتشر. واهم حاجه يا جماعه الناس اللي سمعتني قبل كده عايزين نطهر الميه دي ونحافظ عليها. اللي يعرف يعمل شكوى على البوابه الحكوميه للشكاوى يعمل كده. واحنا عملنا جروب اسمه صيادين البحر الفرعوني. اللي بيصطاد في البحر الفرعوني وعايز ينضم للجروب ده يبعت لي رقم تليفونه وانا هضمه للجروب. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.